السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم معانا في حلقة جديدة من بيطري بودكاست. في بيطري بودكاست بنقابل كل حلقة علم من أعلام الطب البيطري وريادة الأعمال، بيكلمنا فيها عن رحلته والتحديات اللي واجهته، وبرضه بيجاوب عن أسئلة كتير بتدور في عقولنا سواء كنا طلبة أو خريجين أو مربيين. وطول ما أنت بتتابع بيطري بودكاست فتأكد إن الخريطة في جيبك. يسعدني ويشرفني يكون معانا النهارده علم وقامة كبيرة في مجال الدواجن، أستاذنا الدكتور عمر كامل. أهلا بحضرتك أستاذنا الدكتور. أهلا بيك دكتور محمد. سعداء إن حضرتك شرفتنا وقبلت الدعوة دي. الشرف لينا يا ريس. ربنا يبارك في حضرتك. طبعًا أستاذنا الدكتور يعلمه القاسي والداني وغني عن التعريف، أستاذ أمراض الدواجن كلية الطب البيطري جامعة أسيوط، ورئيس قسم أمراض الدواجن الأسبق، وcountry manager سعودي أرابيا and technical manager MENA region global animal health company. حضرتك أستاذنا الدكتور ما شاء الله كنت أول دفعتك، وما شاء الله الدكتوراه حضرتك حصلت عليها من أمريكا، وما شاء الله أستاذنا الدكتور عمر من الدكاترة القليلين جدًا اللي قدروا إن هم يجمعوا ما بين الدراسة العلمية والأكاديمية والدكتوراه ما شاء الله، وما بين الخبرة الحقلية والشغل في الfield. وسافر ما شاء الله دول كتير جدًا. فالسؤال المهم اللي بيطرح نفسه دلوقتي أستاذنا الدكتور، عايزين حضرتك تكلمنا عن الوبا الوبائي، الأمراض الفيروسية المنتشرة، حاجات زي الأسترو فيروس بنسمع دلوقتي عن النيوكاسل جينوتايب 7، الأدينو والمشاكل اللي عاملها في المزارع، الجمبورو. فيا ريت حتى لو هناخدهم بالترتيب كده وحضرتك تكلمنا مثلًا على الجينوتايب 7 والمشاكل اللي عاملاها نيوكاسل حاليًا. تمام. السلام عليكم دكتور محمد. أولًا أنا سعيد طبعًا إن أنا مع حضرتك النهارده، وفرصة كويسة إن إحنا نتكلم عن المشاكل اللي حضرتك يعني ذكرتها يعني مرّة تلو الآخر يعني. لو حبينا نتكلم كده على موضوع الGenotype 7 والنيوكاسل، هو ده من الحاجات اللي عاملة مشاكل كبيرة في الMiddle East، وعاملة برضه مشاكل في أوروبا، وبدأت الناس تفكر إن هي تحصّن الGenotype 7 باستخدام الinactivated Genotype 7 vaccine. والنقطة دي محل debate، هل استخدام اللقاحات اللي من اللاسوتا كافية، والّا المفروض نستخدم لقاحات genetic matching تكون من الGenotype 7؟ طبعًا كل الأبحاث اتكلمت إن الGenotype 7 inactivated vaccines بتقلل الshedding، وده مهم جدًا في الprotection. فأنا بالنسبة لي إني أقول إن في protection حصلت من Genotype 2 بس في shedding، ده ما يعتبرش 100% protection، وده طبعًا بيظهر عندي في الlong live birds زي البياض والأمهات، إن بيحصل عندي تشوهات في إنتاج البيض، وبيحصل عندي نقص في إنتاج البيض. فده بيعظّم دور الinactivated vaccines اللي متحضّرة من الGenotype 7. وأعتقد إن الموضوع دوّة باين الvalue بتاعه هنا في مصر، إن الأمور يعني تعتبر إن هي under control، وبيكون في برضه تفسير مش صحيح بنسبة 100%، إن الناس بتتكلم إن النيوكاسل دوّة هو one serotype. هو فعلًا one serotype، بس مش معنى one serotype إن هو بيعمل 100% protection. إحنا لو جينا اتكلمنا عن الإنفلونزا هنقول إن الH5 ده يعتبر one serotype. زمان كنا بنستخدم الH5N2 الMexican low pathogenic strains في الحماية للH5N1، وبعد كده لمّا اتقسمت لclades بقينا بنقول إن إحنا لازم نستخدم ال2، 3، 4، 4B عشان تحميني من الstrains الcirculating. فده بيأكد إن one serotype مش هيدّيني protection 100%، وده نفس القصة بالنسبة النيوكاسل. ويُفضّل استخدام الGenotype 7 vaccines عشان خاطر آخُد منّه الحماية الكافية، سواءً كان من حماية الmortality أو الshedding، منع الshedding يعني. يعني حضرتك اتكلمت وكلنا كأطباء بيطريين عارفين إن هو one serotype، وبالتالي ممكن يبقى في نوع من الcross protection. الموضوع ده أنا عايز حضرتك تتكلم عنه باستفاضة أكتر. هو طبعًا النيوكاسل one serotype، وفعلًا في cross protection، إمم. بس هو نسبته قد إيه؟ اهم. ونسبته قد إيه في الlong live bird، يعني في الطيور اللي هي بتعيش فترة طويلة كبياض وأمهات، مقارنةً مثلًا بالتسمين. النهارده في trials كتير وفي أبحاث كتيرة منشورة على الprotection بتاع اللقاحات اللي متحضّرة من الGenotype 2 اهم. زي اللاسوتا، بتعمل protection 100%. بس ده إمتى؟ under experimental condition، لمّا باجيب SPF وباحصّنهم واستنى 3 ل4 أسابيع، وأعمل الchallenge specific amount من الفيروس، واشوف هل حصل protection والّا لأ. لكن actually الكلام ده مش بيحصل عندي في الfield. إمم. الطيور بتبقى under stress، وبتبقى under immune suppression، سواء كان variant IBD أو أي أمراض تانية. فبالتالي الimmune response من الvaccines ما بيكونش ideal زي under experimental condition. plus إن أنا النهارده لو حصل after challenge حصل protection
بس من غير الstop بتاع الshedding اللي بيحصل من الطيور الsurvivors دي بتزوّد من الchallenge dose وبتزوّد من تعرُّض الطيور المجاورة لchallenge بتركيز أعلى، فبالتالي الmortality ممكن تبدأ تظهر بعد وقت، وعشان كده لمّا بنشوف في التسمين صورة نيوكاسل severe دايمًا بتظهر عندي في نهاية الدورة، وده نتيجة إن بيكون في challenge بدري والchallenge دوّة بيعمل shedding والshedding ده بيزوّد الchallenge dose فبالتالي تبدأ تظهر عندي المشكلة متأخرة. لكن في البياض والأمهات طبعًا عشان بيعيش مدة طويلة وخاصةً أثناء الproduction بنبقى محتاجين للنيوكاسل ليه تترات عالية من المناعات عشان خاطر تحمي لي الmortality وتحمي لي نقص إنتاج البيض وتحمي لي التشوهات، بتكون الصورة دي more clear وبتكون واضحة وبيكون نقص إنتاج البيض واضح والتشوهات اللي بتحصل في البيض واضحة. يمكن في مصر الحمد لله الموضوع دوّة مش ظاهر بشكل كبير نتيجة وجود لقاحات genetic matching وإن في البياض والأمهات بنستخدم mix ما بين لقاحات genotype 2 مع لقاحات من genotype 7 فبالتالي الprotection بيكون أفضل من دول أخرى ما عندهاش لقاحات الgenotype 7 vaccine. والكلام ده يعني بدأ الفوكس عليه يزيد الفترة الأخيرة دي خصوصًا في أوروبا، إن بدأت في مناطق تتضرب من الgenotype 7 وبدأوا يفكروا في دخول لقاحات inactivated vaccine من الgenotype 7 عشان خاطر يحصلوا على الprotection. by the way برضه إن الclassification بتاع الgenotype 7 برضه عمل لي subclades النهارده بقت في 1.1 وفي 1.2 وفي بعض الدول اتعزل منها اللي هو clade 2 الحمد لله ده مش معزول في مصر. عايزين ننتقل مثلًا حاجة زي الأسترو والله هو مشكلة الأسترو فيروس ممكن تكون يعني موجودة في الGCC بشكل أكبر من مصر، وده نتيجة استيراد البيض من أماكن تكون endemic بالأسترو زي الهند، فده بيعمل vertical transmission للفيروس. هو بيعمل 3 forms اللي هو الwhite chick syndrome إنك تلاقي الكتاكيت لونها أبيض، ودي من الحاجات الcommon. الحاجة التانية إن هو بيأثّر على الكلى وبيعمل nephritis وgout. الحاجة التالتة إن هو بيعمل malabsorption أو الstunting ودي بتبقى صورة متداخلة مع الريو. وأحيانًا كتير بتبقى المشاكل فيها أسترو وبيُتّهم فيها الريو عن يعني طريق الmisdiagnose ولمّا بتتاخد عينات للPCR بيطلع إيجابي بالنسبة للأسترو. فعشان كده المشكلة دي موجودة في مناطق اللي بتستورد البيض من المناطق اللي endemic بالأسترو. وفي حاليًا دلوقتي لقاح أسترو مسجّل على مستوى العالم من شركة برازيلي بيساعد في حل المشكلة بتاعة الأسترو. سمعت إن في ناس قالت إن مصر فيها بعض الstrains بتاعة الأسترو، في بحث اتنشر من حوالي 3 أو 4 سنين لstrain من الأسترو كان عامل حاجة اسمها white chick syndrome بس ما فيش records كتير للمشكلة دي هنا في مصر. وده نتيجة إن إحنا عندنا الأمهات بتتربى في مصر والoffspring بتاعتها بتتربى هنا برضه في مصر، فما فيش استيراد لfertile egg من برّه يكون مصدر للvertical transmitted disease. تمام يا دكتورنا. طب حاجة مثلًا زي الجمبور والمشاكل اللي بيعملها والله الvariant مشكلة الجمبورو والvariant حاليًا دلوقتي بقت مشكلة عويصة، في بعض الstrains موجودة في الGCC مختلفة عن الstrains اللي موجودة هنا في مصر زي اللي هو الA4 والA6 plus إن في بعض الrecords للA2DB1 اللي هو اللي كان موجود في مصر إن هو اتعزل في الخليج وبدأ يعمل مشاكل subclinical بشكل severe. فمشكلة الجمبورو يعني موجودة في المنطقة كلها وقصة الreassortment ما بين الvaccinal والfield virus بتطلع لي strains جديدة بتفرق معايا بقى في الmortality وبتفرق في الbehavior بتاع الفيروس في المزارع يعني. بالنسبة للجمبورو برضه كنا عايزين نتكلم عن حتة الvariant strain أكتر، يعني هل في متاح لها لقاحات حية مثلًا والّا يبقى الموضوع فيه نوع من المخاطرة هو والتحور؟ so far ما فيش لقاحات حية الvariant strains بس اللقاحات اللي موجودة الحية بتعمل protection عن طريق إن هي بتعمل blocking للreceptors وكل ما استخدمناها بدري كل ما ساعدت أكتر في الcontrol بتاع مشكلة الvariant. plus طبعًا استخدام اللقاحات الميتة في الأمهات عشان خاطر تدّيني maternal derived antibody ضد الvariant فيعمل لي حماية في الفترة الأولانية. يعني برضه مشكلة زي الجمبورو اللي الناس بدأت تركّز عليها الفترة دي مش بس وجود الvariant لأ وجود الreassortment
فيروس اللي هي بيحصل recombinations ما بين vaccinal وما بين field virus، فبتدّيني فيروسات جديدة الbehavior بتاعها بيكون مختلف عن الparent virus. فبالتالي الcontinuous surveillance بقى إن أنا أعرف إيه اللي بيحصل عندي في التحوّرات، وإيه اللي بيحصل عندي في مشاكل الجمبورو ومشاكل النيوكاسل ومشاكل الفيروسات المختلفة، دي عملية مهمة جدًا. طيب يا دكتورنا، حاجة مثلًا زي الأدينو برضه يعني والمشاكل اللي هو عاملها، عايزين حضرتك تكلمنا عنه. والله مشكلة الأدينو قريّبة من مشكلة الأسترو، لإن هو vertical transmitted وبيتنقل مع الfertile egg. في بعض المناطق برضه اللي هي بتستورد الfertile egg من برّه بيفضل الcirculation والexposure بتاع الdifferent strains من الأدينو continuous. ففي بعض البلاد اتعزل منها 2 strains و3 strains و4 strains. ففي بعض الدول مثلًا فيها النهارده ال2 وال4 وال8A وال8B، وفي بعض الدول فيها ال5 وserotype 1. فده بيصعّب طبعًا من عملية الcontrol، وبيتطلب وجود الstrains دي في اللقاحات عشان خاطر نحصل على الprotection، لإن ما بيكونش في cross protection ما بين الserotypes وبعضيها. اهم. تمام يا دكتورنا، يعني أنا برضه باكلم حضرتك، أنا ملاحظ في السنوات الأخيرة الوضع ما عادش زي زمان، الفيروسات بقت شرسة جدًا، في تطور مستمر، عترات جديدة، تحديات عقلية صعبة جدًا. هل بقى على النقيض أو على الجانب التاني شغل التشريح بالمقص أو حتى إن أنا أبعت للمعمل وإن كان ده مطلوب، بس ممكن ده يكون بياخد وقت أكتر. هل يعني مثلًا إحنا عندنا شريطين بتوع القطر، شريط الفيروسات بُص يعني سابق بمراحل، تحورات مستمرة، لسه بنيجي نتكلم في مؤتمر عن عترة، تخلّص تلاقي مؤتمر تاني عن عترة جديدة لنفس الفيروس بمشاكل. هل على الجانب الآخر بقى بالنسبة للتشخيص في برضه نوع من التطوير المستمر بحيث إن إحنا نقدر نupdate الفيروسات دي وبالتالي نقدر نتعامل معاها وتوفّر علينا مبالغ وخسائر بتحصل للأسف في المزارع؟ أكيد طبعًا، كل حاجة بيحصل فيها تطوّر. فزي ما الفيروس بيحاول إن هو يطوّر من نَفْسه عشان خاطر يsurvive الvaccines اللي موجودة في الenvironment، إمم. ويعمل escape للimmunity اللي موجودة في الطيور. طُرق التشخيص بتتطوّر. إحنا زمان كُنّا بنعتمد بس على المقص في طُرق التشخيص، لكن حاليًا دلوقتي بقت في molecular techniques حديثة زي الPCR والsequencing عشان خاطر نعرف نشخّص ونعرف الstrains اللي موجودة. وفي شركات برضه بتطوّر من طُرق التشخيص. يعني by the way في طريقة حديثة دلوقتي لتشخيص الإنفلونزا الH5 والH9 باستخدام الLAMP technology. إمم. ودي technology molecular مش rapid test زي الlateral flow أو الاختبارات السريعة اللي متحضّرة بالmonoclonal antibody. ده molecular technique فreliable، الaccuracy بتاعته 100%. اهم. بيعتمد إنك أنت تحط tracheal swabs في الكارتريج وتحطها في الجهاز، وفي خلال 45 دقيقة بييجي لك PDF file إمم. فيه الresult، هل هو type A positive أو negative، هل هو H5 positive أو negative، هل هو H9 positive أو negative. وده بيساعد إنك تاخد القرار السريع لو أنت عندك مشكلة نيوكاسل وsuspected في وجود حاجة تاني مع النيوكاسل زي الH5 أو الH9. لو قدرت إنك أنت exclude إمم. وجود الH5 والH9 بmolecular technique في خلال 45 دقيقة، تقدر تاخد الdecision بتاع الemergency vaccination وتتحكم في المشكلة بشكل جيد وأنت متطمن. فده بيدل برضه إن زي ما الفيروسات بتتطور، طرق التشخيص برضه بتتطور عشان تواكب المشاكل اللي بتحصل في الfield. تمام يا دكتورنا ما شاء الله. طب أستاذنا دكتور حضرتك ما شاء الله اشتغلت في مصر فترة كبيرة جدًا ما شاء الله وأمريكا وكذلك دول الخليج ومنطقة الMENA region عمومًا يعني. عاوز حضرتك تعمل لي مقارنة كده ما بين صناعة الدواجن في المناطق المختلفة دي. والله هو أنا عندي وجهة نظر في قصة شغل الأطباء البيطريين في الpoultry industry أو صناعة الدواجن. إمم. العلم الأكاديمي مهم، وإنك أنت يبقى عندك الknowledge بتاعة العلم الأكاديمي، plus إنك أنت لازم تبقى فاهم business كويس. إمم. يعني أنا بعد ما سافرت أمريكا وخلّصت الPhD ورجعت تاني للشغل في الpoultry industry، حسيت إن أنا محتاج إن أنا أpractice الbusiness أكتر بشكل أكبر. إمم. فكّرت إن أنا آخُد الMBA على أساس إن الواحد يبقى درس business، وبعد كده فكّرت إن أنا أmove الindustry بشكل تام وأتفرّغ لقصة الworking في الindustry. ودي كانت عندي القناعة دي من أمريكا، لإن أنا كنت باشوف الناس اللي شغّالة في الpharmacy أو شغّالة في computer science بتعمل الinternship بتاعتها في الأجازة أو الأجازة الصيفية في الشركات، إمم. عشان تبقى
يبقى عندها الacademic knowledge اللي بتاخدها من الدراسة في الجامعة والPhD plus إن هي تبقى عندها الexperience بتاعة الindustry. وده اللي خلّاني خدت القرار إن أنا أmove للindustry ويعني واخد الposition دوّة كcountry manager وtechnical manager في الMENA regions. اشتغلت مع ناس عندها experience كويسة جدًا في الmultinational. أقدر أقول إن بعد سنتين اتعلمت منهم business، إمم. يعني قدروا إن هم يtransfer الexperience بتاعتهم بتاعة شغل الشركات والmultinational ليّا، وفي نفس الوقت أنا نقلت لهم الexperience الأكاديمية والtechnical knowledge. فبقينا نتكلم نفس الlanguage، إمم. يعني أنا باتكلم language الbusiness منهم وهُم بيتكلموا الlanguage بتاعة الtechnical من الexperience بتاعتي الأكاديمية. فشايف إن هو كانت experience كويسة وكان فيها win-win situation كويس بالنسبة لي يعني. وده اللي أنا أنصح بيه أي حد هيشتغل في المجال بتاع صناعة الدواجن، إن هو لازم يكون عنده الpost experience إمم. الexperience والknowledge الأكاديمية، وإزاي يعرف يشخّص ويبقى عنده معلومات كافية عن أمراض الدواجن بالstrains والmutations اللي بتحصل في كل الأمراض، plus إن هو يكون دارس business وفاهم business كويس، لإني في الطب البيطري ده طب economic. ما ينفعش إنك أنت تبقى عندك بس الexperience الأكاديمية من غير الexperience بتاعة الindustry، وفي نفس الوقت برضه ما يبقاش عندك الexperience بتاعة الindustry من غير الtechnical backgrounds والtechnical knowledge. مش هتقدر إنك أنت تنجح في المجال ده. فدي نصيحتي للخريجين وللناس اللي شغالة في المجال، إن هي تشتغل على المحورين دول on the same time يعني. تمام يا أستاذنا الدكتور. بينتشر من وقت لآخر يعني يا دكتور بغض النظر عن المسميات، بعض الأنظمة الغذائية اللي مثلًا بتدّي أولوية لغذاء معيّن أو تقلل من غذاء معيّن أو أيًا كان يعني. هل الموضوع ده بيؤثّر في العموم على الصناعات أو بالأخص صناعة الدواجن زي التسمين أو البياض أو الكلام ده؟ والله هي في ناس عندها قناعات إن ممكن تكون الكلام عن بعض الأنظمة دي مأثّر على الpricing بتاعة بعض الproducts اللي ليها علاقة بالدواجن. لكن أنا أعتقد إن قصة الأسعار دي مرتبطة بالعرض والطلب. برضه الاستهلاك بتاع الدول في الدواجن، سواء كان البرويلر أو استهلاك البيض دوّة بيعتمد على الculture. فلو جينا شُفنا استهلاك الدول من البرويلرز والeggs والبيض، هنلاقيه مختلف. في بعض الدول بيكون استهلاكها أعلى في البرويلر أكتر من الاستهلاك الtable egg. وده نتيجة الculture. يعني في بعض الدول ب ما 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 يعني استهلاكها في البيض بيكون قليل، ده نتيجة إن الثقافة بتاعتها في البيض أو استهلاك البيض مش عالية. إمم. وأنا أتذكر إن في يعني مدير لإحدى الشركات كان بيتكلم إن هم محتاجين في دول الخليج إن يتعمل توعية الفوايد بتاعة البيض، لإن هو ده من الحاجات اللي هي الsuper food، وإن هي نسبة البروتين فيه عالية، يعني يوصل لحد يعني 7 جرام. وده يعتبر حاجة يعني healthy وصحية. يعني لو جينا عملنا survey كده لإنتاج الدول ما بين البرويلر وما بين الegg، هنلاقيها إن هي مش ماشية بشكل طردي، إن كل ما يزيد إنتاج البرويلر يزيد إنتاج الlayers. ده بيعتمد على الثقافة واستهلاك ثقافة استهلاك الشعوب من الtwo different food دول. وضع الصناعة بتاعة الدواجن في مصر عندنا هنا بالنسبة للدول الأخرى، يعني رايحة فين؟ أو التقييم الحالي لحضرتك ما شاء الله حضرتك ما شاء الله يعني بتروح أماكن كتيرة ودول مختلفة في قارات مختلفة. أنا عايز أبُص نعمل scope كده على الصناعة في مصر بمقارنة بالدول مثلًا حاجة زي السعودية أو دول الخليج عمومًا يعني. والله صناعة الدواجن في مصر صناعة واعدة، وحصل فيها growth السنين اللي فاتت دي بشكل كويس، إمم. وكانت profitable بشكل كويس. بس هو للأسف هو السوق ده يعني الأسعار فيه مرتبطة بالعرض والطلب. يعني بيحصل يعني ما بين وقت والتاني، أول ما الإنتاج يزيد أكتر من الdemand أو الطلب، بيبدأ يحصل
عدم استقرار في الأسعار، لحد ما يبدأ السوق يضبط نفسه بنفسه، إن تبدأ تقل الكميات بحيث إن هو يكون متناسب مع الdemand أو الطلب بتاع الmarket، وفي الحالة دي هتكون الأسعار reasonable وتكون فيها profit margin كويس. مقومات أي صناعة في العالم بيبقى لها عدة ركائز كده. يمكن أنا أفتكر زمان كان أحد أساتذتنا كان بيتكلم بيقول يعني الجيل اللي دلوقتي اللي موجود ده محظوظ، وفي نفس الوقت برضه عنده بعض العقبات. محظوظ إن المعرفة بقت متاحة والأجهزة بقت متاحة. بعض العقبات أكيد. ممكن يكون في نوع من العشوائية شوية يا دكتور، الناس مش متجهة أوي لموضوع المعامل في العموم أو التشخيص، ممكن يكون شايف إن ده بالنسبة له في نوع من الcost شوية. هل الكلام ده كتفكير في الصناعة ينفع في الأيام اللي إحنا فيها دي؟ هو الموضوع ده برضه بيعتمد على الculture وثقافة المُربّيين، إمم، لإن إحنا برضه الmarket في مصر جزء كبير جدًا منّه fragmented والfragmented دوّة بيختلف في الأعداد بتاعة المزارع، لكن النهارده مع التكلفة العالية بقي إمم، كُلّه النهارده عايز يوصل لcorrect diagnosis وعايز يوصل لتشخيص سليم إمم، بغض النظر عن الcost بتاعه. اهم، فالنهارده لو جينا النهارده اتكلمنا عن يعني حاجة advanced يعني زي التكنولوجي بتاعة الLAMP technology دوّة، وده collaborations ما بين معمل GD في هولندا وما بين شركة أمريكية قدرت إن هي تdevelop الجهاز ده اللي هو بيعمل الreaction وبيقرا النتيجة بتاعة الreaction وبيبعت الPDF file على application في الموبايل، أكيد إن هو هيكون ليه value وهيكون مُكلِّف. إمم، وفي نفس الوقت هيكون في return of investment أو هيكون في value بالنسبة للمُربّي إن هو يوصل للقرار السريع ده في خلال 40 دقيقة. فالنهارده لو عنده mortality يعني تصل مثلًا ل50 أو 100 طائر في اليوم، ما دوّة cost. اهم، في الآخر لو هو النهارده الvalue بتاع الاختبار دوّة هيوفّر له الmortality ده بإن هو يوصل للديسيجن السليم في الemergency vaccination عشان يعمل control للمشكلة دي، إمم. في الحالة دي هيكون هو يعني عنده return of investment والفرق دوّة هو وفّره ووفّر الmortality دي في خلال كام يوم لحد ما يخلّص الدورة، فبالتالي عاد عليه value بشكل كويس. بالضبط، يعني لإن دايمًا قرارات اللي بتتاخد في الدواجن بفلوس، أكيد. وبفلوس كتيرة جدًا. هو ده business business وصناعة اقتصادية الهدف منها الأساسي الربح وإنّك أنت تطلّع منتج جيد. طب خلّيني برضه يا دكتور أرجع للموضوع مرتبط جدًا بموضوع التكنولوجي باختلاف أنواعها في صناعة الدواجن. حصّنت واتضربت، فبعض الناس دلوقتي للأسف حصل لها نوع من الزُهد في موضوع التحصين ده، يقول لك اللي بيحصّن زي اللي ما بيحصّنش. ده إحنا نرُد ونقول إيه على موضوع حصّنت واتضربت ده؟ الفكرة بتاعة إن حصّنت واتضربت ده كلام عام، زي النهارده اللي بيقول لك أنا حصّنت المعمل وما جابش نتيجة. اهم، هو النهارده ما فيش لقاح واحد بس في المعمل، النهارده في مجموعة من اللقاحات. النهارده مثلًا مرض زي النيوكاسل أنا ما أقدرش أقول إن في تحصين بيصُد وتحصين ما بيصُدّش، النيوكاسل دوّة الprotection بتاعه عن طريق program. اهم، فأنا لازم النهارده أعمل mix ما بين اللقاحات الحية والميتة والمُحمّلة عشان خاطر أحصل على protection بشكل جيد. اهم، النهارده اللقاحات الميتة في منها لقاحات متحضّرة من different strain زي ما قُلنا في منها من اللاسوتا أو genotype 2 وفي منها من الgenotype 7. فهو أنا النهارده الchallenge عندي بإيه؟ اهم، النهارده ما حدّش يقدر يقول إن كل لقاحات مثلًا الgenotype 2 ما بتعملش protection لأ. ما هو النهارده الوبائية مش في كل المناطق زي بعضيها والchallenge مش في كل المناطق زي بعضيها. فالموضوع دوّة المفروض المُربّي صاحب المزرعة يرجع للاستشاري ال ال اللي اللي مُشرف على المزرعة، إن هو عارف الوبائية في المنطقة إيه، وعارف إن هو أفضل برنامج تحصين في مزرعته وفي منطقته يكون إيه، اهم، عشان خاطر يمشي عليه. ما أقدرش أقول النهارده في برنامج تحصين هيعمل protection في الصعيد زي ما هيعمل protection بحري، زي ما هيعمل هنا، زي ما هيعمل هنا. في مزارع إحنا شُفناها كتير بتكون قريبة من الطريق والviral load فيها عالي والchallenge فيها عالي، بتبقى محتاجة اهتمام أكتر ببرنامج التحصين والpie security عن مزارع تانية بتكون الpie security فيها عالي وبيكون الchallenge فيها أقل. وشُفنا الكلام دوّة في كل الأمراض، شُفنا اهم، الكلام ده بالنسبة للH5 في مصر، شُفنا الكلام ده بالنسبة للنيوكاسل. بالنسبة للجمبورو في بعض المناطق بتكون فيها challenge بالVVIPD بتبقى محتاجة برنامج تحصين، بعض المناطق التانية بيكون الchallenge فيها بالvariant فبتبقى محتاجة برنامج مختلف. فمهم إن أنت ترجع الاستشاري اللي مُشرف على المزرعة، بحيث إن هو يحط لك أفضل برنامج تحصين مناسب لمزرعتك ومناسب للوبائية في المنطقة اللي أنت بتربي فيها.
كلام مضبوط أستاذنا الدكتور، يعني دايمًا يتقال كلمة إيه، من لا يتجدد يتبدد، فإحنا دلوقتي لو عايزين نحط أطر لدورة مش هنقول تسمين، دورة دواجن ناجحة سواء كان تسمين أو بياض أو أمهات، إيه العلامات اللي أنا أقول لازمًا أكون باعمل كذا، لازمًا أكون باعمل كذا، لو حضرتك تقدر تفيد يعني من علم هو حضرتك كده؟ يعني هو ده في list محتاج إن أنت تشتغل عليها عشان خاطر تقدر إنك أنت تطلّع دورة ناجحة، اهم، دي ابتداءً من المكان اللي أنت هتربي فيه، والinfrastructure بتاعة المزرعة، إن والpie security بتاعة المزرعة، وبعد كده إن أنت تجيب كتكوت من مصدر موثوق منه، وتستخدم علف من مصدر كل الكلام اللي إحنا يعني إمم، ادينا فيه ندوات وادينا فيه محاضرات ونصحنا فيه الناس مصدر كتكوت جيد، ومصدر علف جيد، ومصدر مَيّة يكون كويس، وإنك أنت تستخدم برنامج تحصين مناسب للمنطقة اللي أنت بتربي فيها، وإنك أنت تعمل monitoring لبرنامج التحصين عشان تتأكد إن الapplication بتاع التحصين كان صح، وكان واتطبّق بشكل جيد. كل الكلام ده هو اللي هيوصّلك في الآخر إن أنت يعني تكمّل دورة ناجحة سواء كان في broiler أو في layers أو في breeders. تمام أستاذنا الدكتور، يمكن بيتابع البرنامج أو أغلبية المتابعين عندنا في مربيين وفي مهندسين وفي أطباء بيطريين، لو عايزين أستاذنا الدكتور يعني مثلًا نوجه نصايح بالترتيب كده للمربين عمومًا، الناس اللي ما شاء الله بدأت المشروع وكمّلت وبتتوسّع، إيه النصايح اللي حضرتك ممكن توجهها لهم من خلال خبرة حضرتك؟ plus النصايح اللي اتكلمنا عنها آه، من حيث إن المكان بتاع المزرعة والinfrastructure والاختيار الكتكوت وكل القصة دي، إن هو يkeep records للdata. اهم، مهم جدًا إن هو يسجّل الrecords بتاعة كل دورة، بحيث إن هو في الآخر يعرف يعمل data analysis. إمم، النهارده هو إيه برنامج التحصين اللي استخدمه وكانت النتايج كويسة، إيه النهارده الكتكوت اللي استخدمه وكانت نتايجه كويسة، كل الحاجات دي بتساعده في الdecision للدورات القادمة. إمم. فاللي ما عندوش data للدورات اللي فاتت مش هيقدر ياخد القرار الصح بالنسبة للدورات القادمة. تمام، ده بالنسبة للمربيين. طب على مستوى الأطباء البيطريين الخريجين أو تعالَ نجيبها بالترتيب كده، الناس اللي لسه في الكلية، حضرتك ولسه ما اتخرّجش يعني لسه في الكلية. مهم إنك أنت تبذل مجهود كويس إمم، وتشتغل على نفسك في فترة الكلية ويعني وتلتزم بقى بحضورك والمحاضرات والسكاشن طبعًا يعني النصايح اللي هي المثالية دي. وإنك أنت تتدرّب كويس، إمم، يعني كان يعني في مثل كده اللي هو practice makes perfect. يعني كل ما أنت يعني هتpractice حاجة، كل ما أنت هتقدر إنك أنت تتقنها وتعملها بشكل كويس. وده ينطبق بقى على الknowledge الأكاديمية، ينطبق على الpractice بتاع الexperience والإشراف على المزارع، ينطبق برضه على طرق التشخيص، إنك أنت مهم جدًا إنك أنت تشتغل ELISA وتعرف تعمل interpretation، إمم، تشتغل الmolecular technique الextraction والPCR وتعرف تعمل interpretation. لأن بنشوف بعض الناس ممكن تكون يعني عندها الexperience كويسة في اللاب، بس قصة الinterpretation دي بتبقى missing، ودي إمم، نقطة مهمة جدًا، إمم، إنك أنت زي ما تشتغل الlab test صح، إنك إمم، أنت يبقى عندك interpretation للresults بتاعة اللاب صح. إمم. خلّيني برضه أستفيد من حتّة سفر حضرتك برّه يا دكتور، كناس خارجين أو كدكتور شغّال في الفيلد، ممكن أكون طموح أوي إن أنا أسافر برّه، برّه دي بقى باختلاف أنواعها، سواء دول الخليج أو منطقة الMENA region عمومًا أو أمريكا والدول الأجنبية، ما شاء الله حضرتك اللهم بارك رُحت الأماكن دي كلّها، إيه النصايح أنا كدكتور بيطري في الدواجن، إيه اللي أنا محتاجه كصفات أو كمؤهلات ليّا؟ والله هو برضه نفس النصايح، إنك أنت يعني تشتغل على نفسك وتحاول تستغل الفرص اللي بتيجي قدّامك. أنت النهارده من ساعة دخولك الكلية بيبقى قدّامك opportunity كويسة إن أنت تتعلم، وبيكون الكلية موفّرة لك الإمكانيات دي إمم، من حيث سكاشن، من حيث محاضرات، من حيث تدريب عملي، المفروض إنك أنت تستغله بشكل جيد. يعني فرصة السفر ممكن تظهر لبعض الناس، ما تظهرش لبعض الناس، لو جات لك وبشكل كويس تستغلها. لأنها بتبقى experience بالنسبة لك، ممكن ما تجيش لحد تاني، فدي برضه opportunity كويسة ولازم إنك أنت تستغلها، بحيث إن أنت لمّا ترجع تاني بعد كده مصر، تبقى أنت اتعلمت حاجة مختلفة تقدر تفيد بيها الناس وتقدر تفيد بيها نفسك. اهم. طيب أنا برضه كنت حابب أستاذنا الدكتور إن حضرتك تكلمني أكتر عن الجهاز، وأنا ممكن أوظّفه إزاي مثلًا على سبيل كاستشاري أو كمشروع كبير أقدر أستفيد منه إزاي؟ تمام. الجهاز دوّة بيشتغل بتكنولوجي اسمها الLAMP technology، ودي molecular technique. الجهاز ده معمول له developing في شركة أمريكية، وكان اتعمل التكنيك دوّة في تشخيص الكوفيد أيام الكورونا، إمم، عشان خاطر يتشخّص بيه الكورونا بشكل rapid. وبعد الحمد لله ما يعني
ربنا عدّى الأزمة بتاعة الكورونا، فكّروا إن ممكن تكون في بعض الأمراض في الدواجن محتاجة fast action اهم. وfast decision. فعملوا collaborations مع GD، طبعًا كلّنا عارفين المعمل بتاع GD في هولندا، إن هم يعملوا developing للkits دي أو الcartridge دي اللي هي تقدر تشخّص الH5 والH9 في خلال 45 دقيقة باستخدام tracheal swabs. بتاخد الtracheal swabs بتحطها في الswab elution buffer، وبعد كده بتعمل لها filtration وتحطها في الassay buffer، وبعد كده تحطها في الcartridge دي إمم. وتحطها في الجهاز اللي بيكون متوصّل بالبلوتوث مع الموبايل إمم. مع application، وبعد 45 دقيقة إمم. بييجي لك الPDF file اللي فيه الresults. تمام. الcartridge دي مش بس بتعمل detection الH5 والH9، لأ دي كمان بتعمل detection للdifferent clade بتاعة الH5، ودي بتخلّي النتايج بتاعتها reliable والlimit of detection بتاعها كويس جدًا، بيكون قريب من الlimit of detection بتاع الreal time PCR. تمام. للأسف هو الاختبار ده عشان بيتعمل في 45 دقيقة، فدايمًا الناس بتخلط ما بينه وما بين الرابid تيست. اهم. فيعني تتكلم مع حد وتقول له هو molecular technique وبيشتغل molecular technique وlamp technology، فالناس برضه معتقدة إن هو الرابid تيست. الرابid تيست حل مشكلة برضه في التشخيص، لكن طبعًا الreliability بتاعته مش عالية، إمم. هو accurate but not sensitive، فبالتالي هو بيبقى محتاج concentration عالي عشان خاطر يدّي positive results. إمم. ما بيفرّقليش ما بين الdifferent subtypes بتاعة الإنفلونزا، فهو يقول لي إن هو type A positive، لكن ما بيفرّقليش ما بين الH5 والH9. اهم. الاختبار دوّة molecular technique وبيفرّق ما بين الH5 والH9 وبيدّيني الresults accurate وبطريقة دقيقة إمم. كPDF file أقدر آخُد بناءً عليها decision في الemergency vaccination لو إن أنا حابب أستخدم emergency vaccination بالنسبة للND تمام. والنيوكاسل. تمام يا دكتور، ده طبعًا متاح يعني مثلًا أنا ككيان كبير أو كدكتور استشاري ممكن إن أنا أستعين بيه برضه. بالضبط، إمم. بالضبط. زي ما الناس بتعمل الPCR، هو ده يعني tools، اهم. كل واحد طبعًا أدرى هو هيستخدمه إزاي، لكن هي دي tools من ضمن الtools المتاحة في التشخيص والtools السريعة، وده field test أنا مش محتاج إن أنا أعمله في الlab، ده أنا ممكن بالضبط. أعمله في المزرعة، إمم. ما فيش فيه أي مشكلة. كل الdisposable بتاعته بتبقى جاية مع الkit، إمم. فبالتالي مش محتاج إنك أنت تعمله في الlab. تمام، آه. لكن أنا ممكن في مثلًا في material أو حاجة معينة باحتاج إن أنا يعني مثلًا أجيبها عشان لأ، ما فيش أي حاجة، هو كل الdisposable اللي بتحتاجها للاختبار ده بتكون جاية مع الkit، أها. وتقدر إن أنت تعمله في الfield، وهو field test. تمام. هو field test مش زي الrabbit test، لكن هو molecular technique، إمم. يعني molecular based technique. أعتقد يا دكتور يعني كحل بيننا في نظام التربية عمومًا أو الحلقة المتصلة ما بين الجدود والأمهات والتسمين وندخّل معاهم البياض، الموضوع محتاج نوع من التكامل شوية بحيث إن إحنا نقدر نسيطر على الوضع الوبائي ده. أكيد طبعًا، آه. أكيد، لإن إحنا النهارده الحماية بتاعة البرويلر يعني مش بس تحصينات نازلة من وبرنامج آه. التحصين بتاع البرويلر، لأ ده بيعتمد على يعني البرويلر breeders، أمهات التسمين دي، إن هي تكون متحصنة بشكل كويس عشان خاطر تدّيني maternal derived antibody تحمي لي البرويلر، وفي نفس الوقت إن هي تمنع لي الvertical transmission، ما يبقاش يعني يبقى الكتكوت day old فائز إمم. بيحتوي على مناعات أمية، وفي نفس الوقت ما بيحتويش على الvertical transmitted disease. طيب أستاذنا الدكتور يعني أنا كنت حابب أسأل حضرتك ليه مجال الدواجن؟ ما شاء الله حضرتك كنت أول دفعتك دكتوراه من أمريكا، ليه الدواجن؟ اشمعنى مجال الدواجن يعني؟ والله أنا كنت أول دفعتي، وساعتها هم كانوا يعني خيّروني ساعتها إيه القسم اللي أنت عايز تروحه. سألت يعني من ناس كتيرة من المقربين ليّا، ساعتها نصحوني إمم. بحكم إن الدواجن برضه من الحاجات اللي هو يعني علم interesting، إمم. يعني شيّق في دراسته، plus إن هو مرتبط بالbusiness ومرتبط بالfield، فيعني مش حاجة أكاديمية pure، لأ هو علم يعني interesting وفي نفس الوقت مرتبط بصناعة وصناعة مهمة، فده اللي خلّاني خدت القرار يعني. طيب بالنسبة يا دكتور لشغل الfield أكتر يعني زيارات الدواجن، هل في قصص معينة كده
معلّقة مع حضرتك مثلًا زيارة معيّنة أو مشكلة معيّنة حصلت، نقدر إن إحنا مش فكرة زيارة معيّنة، بس هي يعني الفكرة إن أنا أنصح أي حد بيحب مجال الدواجن إمم، إن هو يشتغل على محورين الbusiness plus العلم الأكاديمي. اهم، والعلم الأكاديمي ما يبقاش بالنسبة له قشور، النهارده ما ينفعش إنك أنت تبقى عارف بس يعني المرض بس، يعني النهارده مثلًا إيه الريو والّا النيوكاسل والّا الجمبورو، لأ مهم جدًا إن أنت تبقى عارف إيه الstrains اللي موجودة وإيه الmutations اللي بتحصل، لإن الموضوع دوّة هيخلّيك يعني تدرس إيه الvaccines اللي موجودة في الmarket أي vaccines هو اللي بيعمل protections وإزاي النهارده إنك أنت تقدر تحط برنامج تحصين سواء كان للبياض أو سواء كان للأمهات أو سواء كان للتسمين، يقدر في الآخر يجيب نتيجة كويسة ويقدر المُربّي يحس بالvalue بتاعه. إمم، إمم، يعني إحنا في وقت من الأوقات كنا بنتعامل مع الجمبورو دوّة ك VVIPD بس، إمم، ويعني أنا أتذكّر إن إحنا في تدريسنا لكورس أمراض الدواجن، إمم، أنا فاكر أول ما اتعيّنت كنا بندرس إن مصر ما فيهاش إنفلونزا. إمم، بعديها بعد دخل الإنفلونزا كH5 وما كانش في H9 بعد كده رجعنا غيّرنا وقُلنا إن في H9 إمم، كنا بندرس الجمبور لفترات طويلة إن مصر ما فيهاش غير الVVIPD وإن الSubclinical دوّة مش موجود غير في أماكن معيّنة في أمريكا ومش موجود عندنا، إمم، بعد وقت معيّن لأ، ده إحنا بقينا endemic الvariant وبنتكلم عن الSubclinical وإزاي إن إحنا نعمل ليه control فإنك أنت تبقى عندك الbasic knowledge وإنك أنت تعمل لها update بشكل مستمر، إمم، وإنك أنت تتعمق بقى في الserotypes والepitopes والتحورات والmutations عشان خاطر تعرف which vaccine can protect your flock. اهم، وإنك أنت النهارده تقدر تحط برنامج تحصين جيد يقدر يعمل protection والبرنامج التحصين دوّة يكون عبارة عن تحصينات hatchery plus تحصينات في المزرعة، تحصينات حية plus تحصينات ميتة plus تحصينات محمّلة، إن أنت يبقى عندك كل الexperience دي. في ناس اشتغلت في مجال الدواجن وما قدرتش إن هي تcover الdata دي، فكان عندها في حاجات missing. اهم، فلازم تبدأ تراجع بقى وتشتغل عليها، لإن كان زمان الchallenge غير كده، إمم، وكانت برامج التحصين غير كده، يعني أنا أتذكّر يعني أول ما بدأت شغل في الدواجن ما كانش في مشاكل H9 ما كانش في مشاكل IB، فبالنسبة لي كان مشكلة زي النيوكاسل دي بنتعامل معاها بالlive vaccines، اهم، فأي breaks تحصل من نيوكاسل باحصّن باعالج شوية الCRD والكوكسيديا وthats it. اهم، لكن في وجود الH9 وفي وجود الIB النهارده قرار الemergency vaccination والتحصين الاضطراري إمم، خطر. اهم، لو أنا النهارده مش واخد الdecision دوّة بناءً على lab results وإن أنا متأكد إن ما فيش challenge من الH9 وما فيش challenge من الفيروسات الأخرى، فبالتالي باخد القرار بتاع التحصين وأنا متطمن، لإن أنا لو خدت قرار الemergency vaccination وفي mixed infection اهم. الdrawbacks التأثير السيء بتاع الemergency vaccination هيكون أكتر من الفايدة بتاعته. ده هيرجّعنا برضه لأهمية الطرق التشخيصية الحديثة اللي هي بتساهم أو بتسهّل عليّا القرار، يعني طبعًا، بالضبط، طبعًا، طبعًا، وده بيأكد النهارده إن القرار الصح مش هييجي غير من تشخيص صح، تمام، والتشخيص دوّة محتاج الhistory صح، اهم. محتاج الBM الصح، محتاج الlab results الصح. أنا دلوقتي كطبيب بيطري مثلًا خلاص خلصت الكلية واتخصصت في الدواجن، هل في مثلًا يعني step معيّنة ممكن أمشيها أو إيه الطرق المتاحة لينا إن إحنا ن نمشي فيها كأطباء بيطريين متخصصين في الدواجن؟ والله هو الموضوع ده بيبقى يعني كل واحد على حسب ما يعني ربنا بييسّر له، اهم، يعني لو أنت النهارده في حد مثلًا من قرايبك بيربّي، فبالتالي سهل إنّك أنت تدخل في المجال دوّة من خلال إنّك أنت تpractice التربية، لو أنت في حد من أساتذتك علاقتك بيه كويسة إن أنت يعني تاخد training معاه أو تpractice معاه الشغل بتاع الدواجن ده برضه يبقى كويس، عشان خاطر تتعلّم من حد أحسن من إنّك أنت تتعلّم بفكرة try and error. اهم، في ناس كتيرة اشتغلت في المجال دوّة
عن طريق try and error ده، وما كانتش الexperience بتاعتها يعني سهلة. اهم. لكن لو هو النهارده حد اشتغل مع أستاذ أو مع حد عنده الexperience، هيبقى الترانسفير بتاع الknowledge والمعلومات هيكون أسهل. اهم. ويعني أنا بالنسبة لي مثلًا أتكلم عن الexperience بتاعتي، أنا يعني كنت محظوظ إن أنا كان مشرفي الأستاذ الدكتور صلاح موسى، وده من الناس يعني اللي الواحد يفتكرها بكل خير، ومن أصحاب الفضل يعني، إن الواحد بدأ شغله معاه يعني، واتعلمت منه كويس جدًا. فكانت بالنسبة لي ده ال يعني رسم لي الطريق بتاع الpractice بتاع شغل الدواجن يعني. طب إحنا اتكلمنا عن الviral disease، هل يعني البكتيريا برضه مش ما لهاش نصيب في الموضوع ده، والّا ممكن أكتر التحديات عندنا فيروسية دلوقتي؟ والله هو الاهتمام بالتحديات الفيروسية عشان خاطر الupdate بتاعة الstrains والmutations والvaccines، لكن ما حدش طبعًا ينكر إن المشاكل البكتيرية موجودة. إمم. وحاجة مثلًا زي الvariant IBD في الجمبورو اللي بيموّت الفراخ أكتر، اللي هو المشاكل البكتيرية والCRD. وبدأنا تشخيص مشاكل الvariant IBD عن طريق عدم استجابة الفراخ للمضادات الحيوية، إن اهم. في severe CRD، ولو استخدمت مضادات حيوية في مَيّة الشرب أو بعض الحاجات injection، ما باخدش منها النتيجة اللي أنا كنت متعود عليها، وده نتيجة الsevere immune suppression اللي حصل في الطيور. إمم. فبيخلّي الاستجابة للعلاجات والاستجابة للمضادات الحيوية مش زي العادي. اهم. فبالتالي المشاكل البكتيرية مهمة، ومهم تتحط في الاعتبار، ومهم لمّا آجي أشخّصها أعرف هي دي مشاكل primary والّا مشاكل secondary، يعني هي جات لوحديها والّا هي جات نتيجة الimmune suppression اللي عمل drop في الجهاز المناعي بتاع الطائر، وخلّى المشاكل البكتيرية تعمل أعراض وseverity أكتر من الأول. أستاذنا الدكتور، كنت حابب برضه يعني آخد رأي حضرتك في فكرة بيتر بودكاست عمومًا يعني. والله أنا شايف الموضوع كويس جدًا، لإن تبادل الخبرات دي عملية مهمة. إمم. النهارده أنا شُفت experience معيّنة في بلد معيّنة، صعب إن أنا أنقلها personal لكل الناس اللي أنا أعرفها. إمم. لكن إن أنا أطلع مثلًا مع حضرتك وأتكلم عن الexperience دي، سهل إن هي توصل لكل الناس، فالناس تستفاد منها. يعني أنا أتذكر إن يعني أحد زملائي يعني الدكتور محمد زغلول في الإمارات، كان هو اللي اتكلم معايا في حتّة إن لازم نطلع نتكلم على موضوع الGenotype 7، على موضوع الAstro، بحيث إن الناس يعني يوصل لها المعلومة وتستفاد منها يعني. لإن ده هيكون بيعمل outreach، وهيعمل وصول للمعلومة أسرع طبعًا من إن هي تتنقل personal من معارفك أو الناس اللي أنت بتقعد معاها يعني. فدي من الحاجات الإيجابية يعني للسوشيال ميديا، وإن الناس تستفاد وتتبادل الخبرات، وإن شاء الله ما يكونش يعني آخر لقاء. إن شاء الله نطلع مع بعض يعني إن شاء الله. حضرتكم أساتذتنا يعني، حضرتك ما شاء الله قيمة وقامة كبيرة. الحاجات الجديدة ديّة إحنا مش هنعرفها إلا من خلالكم، ما شاء الله حضرتك مُطّلع وبتسافر بتروح، فدي فرصة يعني فرصة عظيمة إن إحنا نبدأ نعرف إيه الجديد. برضه نقطة تانية أهم، إن دلوقتي للأسف السوشيال ميديا زي ما هي ليها مميزات ليها عيوب. أنت ممكن دلوقتي الواحد تلاقيه عارف معلومتين 3 يطلع يقول أي كلام، و والreach يوصل، والإشاعات توصل. ويا جماعة ما تحصّنوش، ده التحصينات بتضر ما بتفيدش، وحضرتك أكيد يعني ما شاء الله متابع بنسمع واتكلّمنا في طبعًا النقطة دي آه. إن التحصينات ما ب الناس بتقول إن التحصينات ما بالضبط. بتجيبش نتيجة، وإن قلة التحصينات أفضل. ده طبعًا كلام خطأ 100%. بالضبط. والناس كلّها بتحصّن، والناس بتاخد نتيجة كويسة من التحصين، والناس بتاخد immune response كويس، والناس بتعمل evaluation لبرامج التحصين بتاعتها اهم. عشان يبقى عندها solid data الimmune response اللي حصل من بعد اللقاح، وده بيدّي indication على الprotection. فإحنا حاولنا إن إحنا يعني نعمل الlink ده، ما شاء الله يعني، وحضرتك ما اتأخّرتش. إحنا حاولنا إن إحنا نتواصل مع حضرتك من زمان، وللأسف ما قدرناش، لإن ما شاء الله السفريات والكلام ده، بس الحمد لله يعني بمعاناة شديدة قدرنا إن إحنا نحدد اليوم، وأستاذنا الدكتور ربنا يبارك له يعني والله ما اتأخّر خالص. لينا الشرف يا خلّينا دكتور، ربنا لينا يعزك يا الشرف. دكتور، خلّيني يا دكتور برضه يعني أطلب من حضرتك طلب، ما أعرفش يعني حضرتك ما شاء الله مش عارفين يعني آآ هل هيكون في مستقبلًا، يعني مثلًا عايزين نستفيد برضه من خبرة حضرتك في مصر مستقبلًا، إن هيبقى في مثلًا حاجة نقدر، اللي عاوز يوصل لحضرتك دلوقتي مثلًا لاستشارة أو لزيارة أو لمشروع أو كده، يقدر يتواصل مع حضرتك إزاي أو كده؟ أنا يعني أرقام تليفوناتي المصري ما اتغيّرتش، والواتساب شغّال، ورقمي السعودي برضه ممكن أنزّله لحضرتك، وتحت أمر أي حد محتاج أي معلومة أو أي حاجة نتواصل معاه.
ويعني sooner or later زي ما قُلت لحضرتك يعني إيه، الفترة بتاعة الخليج دي عشان خاطر الexperience بتاعة الindustry إمم. يعني sooner or later هنرجع مصر، وإن شاء الله يعني نقدر نفيد الناس هنا بكل الexperience اللي إحنا اتعلمناها، ونرجع بقى يعني لجامعتنا وتدريسنا للطلبة، والرسالة اللي إحنا يعني اتعودنا بس نأدّيها. شرط بقى هيبقى مطلوب مش هيبقى في الصعيد بس، لإن مش هنعرف نيجي لك الصعيد يعني، فيعني ما يبقاش الصعيد وغير الخير كُلّه، لأ إحنا عايزين بقى الدقهلية والقاهرة والحتت دي برضه يبقى لها نصيب في إن الموضوع ده شاء إن شاء الله الله. دي في الخطة يعني المستقبلية، إن شاء الله يعني هيتنفّذ يعني. نسعد بحضرتك دايمًا إن أستاذنا شاء الدكتور. الله. باشكر حضرتك على قبول الدعوة، وإن شاء الله ما تبقاش آخر حلقة يعني لازمًا يبقى في ما بيننا لينا الشرف، أنا حلقات كتير. اتشرّفت يعني بالحلقة مع حضرتك، وإن شاء الله يكون لينا لقاءات تانية إن شاء الله في بإذن المستقبل الله يا يعني إن أستاذنا شاء الله. الدكتور. باشكر حضراتكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من بيطري بودكاست، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.